الشكل المقابل أ ب ج د متوازي أضلاع، مديني د س عمودي على ج ب، وعندي د ص عمودي على أ ب، ومديني أ ب ب12 سنتي، ومديني ب ج ب18 سنتي، ومديني د س ب10 سنتي. اوجد طول د ص. د ص ده ارتفاع القاعدة أ ب، قاعدة المتوازي أ ب، د ص ده الارتفاع بتاعها اللي هو عايزه. مش هقدر اجيب الارتفاع لما يكون عندي مساحة المتوازي الأضلاع. هنقدر نجيبه، هنقدر نجيبه. هنجيبه ازاي؟ ما انا عندي قاعدة برضو في المتوازي هي القاعدة الكبيرة، وعندي الارتفاع الصغير. هو هنا عايز الارتفاع الكبير ومديني بس القاعدة الصغيرة، يبقى احنا هنقدر نجيب مساحة المتوازي. هنا عندي القاعدة الكبيرة اللي هي 18، هنضربها في الارتفاع اللي هو 10، يبقى كده هتكون بتساوي 180 سنتيمتر مربع. كده احنا جبنا مساحة المتوازي اللي هو أ ب ج د. مساحة المتوازي أ ب ج د هتكون بتساوي 180. هنقدر دلوقتي نجيب طول د ص اللي هو كده ده الارتفاع، هيكون بيساوي المساحة اللي احنا جبناها، المساحة على طول القاعدة. انا عندي المساحة جبناها ب180 والقاعدة 12، 180 على ال12 هتساوي 15، يبقى كده طول د ص اللي هو عايزه هيبقى 15 سنتي. يبقى ده طول د ص اللي هو الارتفاع بتاع القاعدة 12. وجبنا تاني مطلوب عايز مساحة المتوازي، احنا جبناها في الأول أ ب ج د طول القاعدة في الارتفاع المناظر لها. هنا كانت عندنا القاعدة الكبيرة والارتفاع الصغير، ضربناه وطلع 180، وقدرنا من المساحة نجيب الارتفاع د ص ب15 سنتي.